للأسف الشديد يا جماعة في ناس كتير مصدقين الفيلم الهندي اللي بيحصل دلوقتي ما بين إيران وإسرائيل. ومن الآخر كده يا جماعة، إيران عمرها ما هتحارب إسرائيل وعمرها ما هتحارب أمريكا. وإيران لو هتحارب إسرائيل كانت حاربتها قبل كده. قبل كده أمريكا قتلت قائد الحرس الثوري الإيراني في العراق قاسم سليماني، وساعتها إيران قعدت تحزق تقول لك هننتقم ومش هننتقم وهنعمل وهنخلي وهنسوي. وفي الآخر راحوا جابوا بومبتين فرقعوهم جنب معسكر أمريكي أصلا فاضي ما كانش فيه حد، ومفيش حد اتصاب اصلا ولا حد اتخربش ولا حد حتى شعره اتنعكش من الجنود الامريكان. وخلاص وخلصت الحكايه على كده، وقال لك احنا خدنا حقنا وضربنا وعملنا، هم اصلا ولا عملوا اي حاجه. من الاخر ايران ما بتعرفش تحارب حد غير السنه، ايران مش هتحارب غير السنه. ولو لاحظتوا في السنين اللي فاتت دي هتلاقوا ان كل الدول العربيه اللي امريكا دمرتها، سواء كانت امريكا او روسيا او غيرها، اللي استفاد الوحيد منها هو ايران. يعني غزو العراق اللي استفاد منه ايران، من ساعتها ايران هي اللي بقت مسيطرة على كل شيء في العراق، هي اللي استفادت، هي أكتر حد استفاد. سوريا نفس النظام، سوريا لما اتدمرت إيران هي اللي احتلتها وهي اللي استفادت. اليمن نفس النظام برضو. فلو كنت أنت متعشم إن إيران هتحارب إسرائيل أو هتحارب أمريكا، فانسى الكلام ده خالص. وموضوع الصواريخ اللي اتضربت والمسيرات والمش عارف إيه، بالآخر ده كله شغل في شنك، ومفيش أصلا حد اتعور في إسرائيل ولا في حد اتخربش. فانسوا الكلام ده. إيران مش هتحارب أمريكا ومش هتحارب إسرائيل، لا عشان فلسطين ولا عشان غير فلسطين. إيران شغالة لمصلحتها هي بس، لمصلحة الشيعة فقط. ومش هتحارب حد غير السنة. انسوا الحوارات اللي بتحصل دي كلها كذب في كذب، كله تمثيل في تمثيل.